كل التحية والتقدير لشباب منتخبات مصر وشباب مصر اللي دايما بحس كده بالعزة وشكل جميل، سيما لما تكونوا يعني مقدرين يعني ايه منتخب مصر، ومقدرين انك انت زي بالظبط الجندي اللي على الجبهة، لان هو منتخب مصر بيمثل علم مصر وبيمثل السلام الجمهوري، وبتدافع عن شكل بلدك وأداء بلدك وشكل الرياضة المصرية، لأن الكرة المصرية ليها تاريخ، ومنتخب مصر يعني ليه آثار كتيرة جدا، يعني بنقول على المستوى الأفريقي وأيضا على المستويات الأخرى. النهارده الحقيقة يعني حاجتين مع بعض. الجزء الأولاني كوزارة شباب والرياضة والجزء الممثل للحكومة المصرية في الرياضة وإدارتها، الحقيقة بتوجه بكامل الشكر والتقدير، وبقول ده يعني في الإعلام، وبقول يعني الجمع الكريم للمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اللي استلم المهمة ظروف يعني استثنائية وتحمل وكمل الحقيقة، ويكمل مع منتخب مصر في مراحل مختلفة، سواء كأس الأمم الأفريقية في كاميرون، ثم كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، ويعني بنى أجيال، ثبت منتخبات، مش المنتخب بيكون موجود يعني على فترة وخلص البطولة يمشي، لا، في شكل من التخطيط والأداء بشكل كبير جدا. مجلس الإدارة هيترك اتحاد الكورة الفريق الأول موفق جدا على رأس القائمة لتصفيات كأس العالم، الفريق الأول على رأس القائمة للتصفيات الأفريقية، ودي حاجة يعني سنين طويلة كنا على أعصابنا إن المنتخبات مش عارفين مسارها إيه، بصفة خاصة في البطولتين دول. في أعوام منتخب مصر أساسا ما تأهلش لأفريقيا، وفي أعوام تانية كسبنا يعني 3 مرات اللي ورا بعض. لكن عايز أقول إن كمان المنتخبات مع تكوينها وتشكيلها الجديد، منتخباتكم يعني سواء 2005 أو 2008 وفي طبعا 2010 كمان وهكذا، هي ظروف جت سريعة جدا على الدخول في تصفيات للتأهل لكأس أفريقية. ويمكن يعني بخرج شوية من المجلس بوصف الحالة، يمكن مع اختيار المنتخبات بشكل بسرعة، ويعني الوضع اللي احنا عارفينه، بدأت البطولتين في توقيت واحد واحنا في القاهرة والمغرب، وكانت البدايات يعني غير مطمئنة، ودي ادت يعني الحالة العامة الناس اتكلمت بشكل سلبي، يعني كله بيحب الكورة وكله خايف وكله بينقل دايما حالة القلق، فكانت الحالة العامة عدم ثقة ودنيا مش مظبوطة. يمكن اللقاء الأول اللي التقيت مع المنتخب 2005 حاجة كانت رسالتي قوية شوية، بس ليكم رسالة كانت قوية، لأن يعني من 2018 وأنا بتابع المنتخبات وبتكلم مع المنتخبات كلها كبير والمنتخبات مقابل، لأن لازم ده دوري ودورنا، هو إنك لازم تعرف إنك أنت موجود بتمثل مصر، ولازم يكون حالة الخروج من إنك أنت بتلعب في نادي في ناشئين إلى إنك أنت في منتخب مصر، وده حاجة لكرة القدم اللي الناس كلها بتتعلق بيها، وإحنا كمان ناجحين في الرياضات الأخرى، الرياضات الفردية كلها متفوقة في مصر وتتفوق وتتقدم. فبالتالي رسالتي الأولى للمنتخب 2005 حاجة كنت متعمد إن أنا أكون فيها شيء من القسوة، لكن قسوة الأب وقسوة المسؤول، والحقيقة كنت واثق إن هيكون في حالة أداء، لأني شفت منتخب جيد جدا مبشر جدا، ونماذج من أدوات بحثنا كمان إن يكون في المصريين اللي بره ندور عليهم، ندور على المصريين يشاركوا كمان إخواتهم اللي موجودين في منتخب مصر، وده شكل حالة مهمة جدا، لأن المنتخب يمكن بتكلم على 2005 بالذات، وده اتفاقي مع مجلس الإدارة المحترم، لازم نخطط. خلصنا الأولمبيكس واحنا من 60 سنة ما وصلناش للمربع الذهبي،
من 60 سنة، وده رقم مش قليل.